السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، ان شاء الله النهارده هعمل لكم صوص التومية المميز، ان شاء الله هيعجبكم جدا وبأسهل طريقة وبأقل مقادير. دلوقتي مع الطريقة والمقادير هنجيب حلة ونحط فيها كوباية مية ومعلقتين نشا كبار هرميين كده، وبنقلب على نار هادية كده لحد ما يجمد، يبقى عامل زي المهلبية. شايفين ايدي فيه باستمرار، ما نسيبوش عشان ما يتلسعش. شايفين حضراتكم كل ده هيلم دلوقتي. شايفين بقى عامل زي المهلبية ازاي؟ بنقعد نقلب بقى كده وبعد كده نسيبه يبرد. بعد ما يبرد هنبتدي نجيب الخلاط، بحط فيه ربع كوباية مية وربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة خل ورشة ملح كده، يجي نص معلقة صغيرة، وعصير ليمونة ومعلقة صغيرة مليانة توم مهروس، و3 معالق كبار مايونيز او زبادي المتوفر يعني. وبعد كده بنضرب المقادير دي كلها زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بقى المهلبية اللي بردت دي بناخد منها جزء، مش بناخدها كلها، ونحط ونضرب ونشوف القوام. كده ضربناها نشوف بقى القوام. شايفين حضراتكم القوام ده مناسب جدا زي المهلبية الخفيفة كده. هو كل ما بيقعد بيتقل، هتشوفوه في الاخر. شايفين حضراتكم تقل ازاي، ولسه هيتقل تاني بره. ودي احلى طريقه لصوص التوميه اللي بيتاكل مع السندوتشات السوري او اي حاجه. وان شاء الله الطريقه تعجبكم، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.